المشهد السينمائي للحظة اعتقال رئيس رجاء. بودريكا سقط في المطار وصدمته كانت لا تصدق. بعد شهور من الفرار لن تتخيل الطريقة التي تم بها القبض على رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي محمد بودريكا. لحظة القبض عليه كانت درامية لأبعد الحدود، والمشهد الذي سوف تتابعه الآن سيذكرك بالأفلام الأمريكية. الخطة التي وضعت للإمساك به كانت ذكية للغاية، وما حدث في المطار وسوف تراه الآن سيصدمك بدون أدنى شك. القصة كلها حدثت بسبب مدرب الرجاء جوزيف زيمباور الذي كان سببا في القبض على الشخص الذي وثق به. والخيانة التي تعرض لها بودريكا كانت لا تصدق، والآن شاهد ما حدث واعرف كل التفاصيل. رئيس الرجاء في مأزق أقل ما يقال عنه أسطوري، فالتهم الموجهة له جنونية لن تصدق ضخامتها وفداحتها، كما أن قيمة المعاملات غير القانونية اللصيقة فلكية، وعدها قد يصيبك بدون أدنى شك بالهذيان. نحن لا نبالغ أبدا فيما نقوله، وإذا كان لنصير الرئيس الوداد قد صعق الكل بتورطه في قضايا تهريب مخدرات، فإن بودريكا أخذها مغامرة مالية من نوع آخر، وأبى إلا أن تكون قصته أسطورية وانتهت الآن بنهاية سينمائية. ضجة ما بعدها ضجة خلقها الرجل صانع أمجاد الرجاء في العقد الأخير بعدما تحول بوابل التهم الموجهة له المطلوب رقم 1 عند السلطات المغربية. شريط بودريكا بدأ بمجموعة من التهم المتعلقة بتدليس مجموعة ضخمة من المبيعات العقارية من لدن شركاته، والتي تبين فيما بعد أن قيمتها تحوم حول 200 مليار سنت مغربي، أي 2 مليار درهم. الأمر مرتبط حسب ما نشر بحقوق مؤسسات الدولة من الضرائب عن المشاريع العقارية الكثيرة التي كان يطلقها عبر شركاته، وما إن يتأكد من بيع كافة الشقق والمحلات التجارية حتى يعلن عن إفلاسها أو إغلاقها بشكل فوري. ونظرا لتزامن تلك القضايا مع شكاوى أخرى تعود لمواطنين وشركات، فر بودريكا إلى الإمارات واستقر هناك منذ شهر أبريل. ولكن مدرب الرجاء الألماني زيمباور طلب منه السفر لمقابلته في أمر عاجل، وبالفعل استجاب بودريكا لهذا الطلب وقرر زيارة هامبورغ، ولكنها كانت فخا شائكا. ووفق ما نشر في وسائل الإعلام تم القبض على رجل الأعمال المغربي في المطار، واعتقله الألمان نتيجة مذكرة بحث دولية صدرت في حقه، وهو ما جعله شخصا مطلوبا حتى خارج حدود المملكة المغربية. وبالطبع لم يصدق بودريكا الكمين الذي تعرض له، وانتابته حالة من الذهول والصدمة، وحتى الآن غير معلوم مكانه أو موقفه.